اللي حصل في المكان ده غريب أوي، أنا كنت رايح أجرّب سندوتشات الكفتة والسجق وبوكس التوفير ودي أشهر حاجة عندهم، لقيت نفسي وقعت في حُب الفراخ بتاعتهم، بيعمل نُص فرخة ما فيهاش ولا غلطة، تسوية مضبوطة، تتبيلة طعمها واصل جوّه الفرخة، الصدر طري زيه زي الورك، وب125 جنيه نُص الفرخة، اللي هو إيه الأسعار دي ما بقتش موجودة أصلًا، وطعمها ولا غلطة. نيجي بقى للحاجات اللي أنا أصلًا رايح عشان أجرّبها، كفتة، سجق، حواوشي، شيش طاووق، أخدت بوكس ال8 ب300 جنيه. الجميل في البوكس ده إن أنت اللي بتختار نوع السندوتشات براحتك، يعني مش بيلزمك بأي نوع. جربت أول حاجة الكفتة في العيش البلدي، تتبيلة وطعم حدوتة مع شوية طحينة وتمزج. الشيش طاووق في العيش الفينو ما ينفعش يتفوت، خصوصا إنهم بيستخدموا لقمة عيش حلوة قوي، وتتبيلة الشيش طاووق مع الكمية اللي في السندوتش محترمة قوي. السجق كان عادي بالنسبة لي، بس أحسن حاجة لو بتحبه إنك تاكله سخن، هتتبسط بيه قوي. الحواوشي بقى ما ينفعش تفوّته هناك، مستوي على الفحم فمدّي له تحميصة حلوة أوي من برّه، وتتبيلة اللحمة عجبتني ومن الحاجات اللي أرشّحها لكم هناك بقوة، ويا سلام بقى لمّا تنزّلوا في البقدونسية، هيعجبكم أوي، ودي عبارة عن بقدونس مع طحينة بس طعمها عجبني أوي، وعجبتني أكتر من الطحينة كمان. أي ساندوتش عندهم بيخرج في عيش بلدي أو فينو أو رول، المكان ده بيقدّم قيمة حلوة أوي مقابل السعر، يستاهل تجرّبوه. المكان ده اسمه ولاد المعلم في السواح الأميرية جنب مدرسة الدمرداش الابتدائية. منشن بقى صاحبك اللي هيطلع معاك الطلعة دي وما تنساش تعمل لي follow.